الناس في مصر مش معترفه بالحته دي. الناس في مصر دايره الكهرباء ترفيه، وبيعتبروا النيوترال الارضي. ماشي، هو بيعتبر النيوترال ده يقول لك ايه، الفرده الارضي وفرده كهرباء. هو الناس هو الكتالوج عندنا بتاع الكهربائيه ماشي كده. اللي فاهم فاهم ده على جنب، بس برضه ما بيعملش باللي هو فاهمه. هو شغال على الله والدنيا حلوه وزي الفل واحنا ماشيين تمام. السوق عايز ايه هندسه؟ يا باشا السوق النهارده الناس بقت فاهمه، والناس بقت بتصرف. وعلى فكره ثوره المهندسين وثوره التشطيبات اللي موجوده دي هي مفيده للسوق. على فكره احنا مش بنتكلم على انها حاجه وحشه، هي حاجه حلوه ومفيده للسوق ومخليه الدنيا حلوه وخلت الناس بقت فاهمه شويه. بس احنا النهارده عمالين نتخن في السلك وسايبين الفرده الثالثه برضه. ماشي، وبقينا كلنا سايبين الفرده الثالثه بتاعت الارث وفرحانين بالارث ليكج. الارث عشان لو جت الكهرباء على الارث ليكج هيقللها. هو الارث ليكج مش هيعمل الكلام ده كله. الارث ليكج ماشي، هيحميك، هيحمي اللوحه، هيحمي جهاز كهربائي. جميل الكلام ده كله، بس هي الفكره اصلا انت عندك ارث ولا ما عندكش؟ وخدت طرف الارث من الشقه جوه حطيته في اللوحه. طب طلعت للوحه دي ارث بره على مصدر الكهرباء اللي جايبها، ولا سبتها هي من غير مصدر ارث؟